السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا هذه الحلوه، كتجي زوينه بزاف، حلوه بالكراميل، كتجي لذيذه بزاف وكتجي هشيشه وكتخرج لنا كميه وفيره. تابعوا معايا هاد الطريقه ديال الحلوه والمقادير. هنا في القصعه دايره 250 غرام ديال الزبده ديال المارغرين، قبصه ديال الملح، كاس ونص ديال سنيده. دائما العبار اللي كناخذو في كاس ديال العنبه، وكنضيفو فاني، ساشيه ديال فاني، وكنخلطوا هذا الشيء مزيان مع الزبده والسنيده. وكنزيدو هنايا كاس ديال الزيت حتى تجمع ليا الزبده مزيان مع السنيده، وكنضيف كاس ديال الزيت ونخلطو مزيان السنيده والزبده والزيت. جوج بيضات، كنخلطوا هادشي مزيان، البيض والزبده وسنيده وفاني. حتى يتجانسوا كاع هاد العناصر مزيان، وغادي نزيدو 2 معالق كبار ديال الكراميل. كنضيف 2 معالق من الكراميل، هذا كيتسمى تلقاو عند بائع الحلويات تقولوا لهم عطيوك كريم كراميل. صافي غادي نخلط هادو الشيء مزيان. بعد ما خلطنا هادشي مزيان والكراميل، كنزيد نضيف ساشيه ديال كاكاو، كنضيف 2 شاشيات، كنضيف الساشيه الثانيه، ونخلطو مزيان مع عناصر. خلطو كاكاو مزيان حتى يدخل مع السكر والبيض والزبده وكراميل. غادي نضيف دقيق، وغادي نضيف ساشيات خمارة حلويات من فئة 8 غرام، صافي غنخلط مزيان باش نجمع العجين. غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا حتى تجمع لينا العجين، تولي لنا لينه ومتماسكه، ما تكونش قاصحه بزاف وما كتلصقش. ملي كتجمع لينا العجينه كتجي هذا الشكل رطبه وطريه،
ما تتلصقش في اليدين. صافي غادي نشد هنايا ميكا وكنضيف العجين، كندير الميكا من الفوق والدلاك ونبقى نطلقها هكا بالمدلك. والسمك غادي يكون ديال لا غادي نديروه يكون متوسط، ما يكونش رقيق السمك، باش الرشمه ملي غنطبعوها تبان لينا الزواقه. من بعد ما طلقتها، هذه هي الزواقه اللي غادي نديرها في الدقيق وغادي نطبع في العجين بحال هذا الشكل. باش نديرو الدقيق باش ما يلصقش لينا. غادي نوريكم كيفاش كيبان الطابع فاش كنطبعوه. قربوا لكم الكاميرا. هذه هي الرشمه اللي قلت لكم، حيت ما طرقوش العجين بالمدلك. صافي غادي نكمل بحال هكا الطريقه كاع العجين. غادي نسخن الفران الغازي، ملي ندخل الحلوى غادي نديرها نقص عليها النار متوسطه وطيب ليا من تحت ومن الفوق. كتجي بحال هذا الشكل زوينه. هاد الطريقه هاد الحلوى كتجي هشيشه وزوينه بزاف. غنخليها حتى تبرد وغادي ندير الشوكولاط الابيض يسخن. شوف كي كتجي حتى الرشمه كتجي باينه. صافي كنشد الشوكولاط الابيض وكنضيف ليه شويه ديال الزيت. صافي وغادي نضيف الحلوى، نغطسها غير النص ونديرها في الكاغي بحال هذا الشكل خاص بالطبخ. غادي نضيف الشوكولاط بحال هكا وغادي نحطها هكا في الكاغيط، ومن بعد غادي نكحزم شويه باش تحيد هذاك الفائض ديال الشوكولاط من تحت بحال هاد الطريقه. صافي وكان نزينها من الفوق بفيرميسيل الالوان. اي حاجه عندكم في الدار بغيتو تزينوها ممكن تزينوها. صافي غنكمل بحال هاد الطريقه حتى نسالي كاع الحلوه ديالنا. كتجي بحال هكا حتى تنشف لينا الشوكولاط، كيجي بحال هاد الشكل. تنتمنى ان هاد الحلوه تعجبكم، وشكرا لكم وبصحه وراحه.